نسيت المفتاح الداخل حق البيت بالرياض، انا الحين بالقصيم. شو سوات؟ نعم الا مفتاح الريموت حق البايك. وش الحل؟ أبتصل على ابو ياسر بتاكد ان عنده ولا لا. وينك يا ابو ياسر؟ هلا ابو ياسر. هلا والله وغلا. شلونك حبيبي؟ تراي وصلت اللهم لك الحمد. وصلت الله يجزاك خير. الحمد لله على السلامة. الله يجزاك خير يا ابو ياسر. شوف حبيبي، ابيك تاكد تكفى اني نسيت المفاتيح. شفتها بالغرفه ولا منه ولا منه؟ اشوف ابو وليد مفاتيح تو فوق الطقم، ما ادري عاد من هنلك ولا لا. تكفى لا تقول. ما معي غيرهن. بدخل البيت انا. وش الحل يا ابو ياسر؟ تكفى ابد يا بعد روحي ولا يصير خاطرك لا. طيب الحين ارسلها لك بالفيدكس ولا يهمك يا ابو وليد. هاي فيدكس متى بيجي؟ بعد يومين. بدخل البيت انا الحين. وين انت؟ بقى احتري يومين انا بدخل البيت لكن ابد مستعد انت وليد ولا يصير خاطرك الا طيب. اسمع ارسلها لي بالواتساب بس. ارسل صور ارسل لي بالواتساب. ها خلاص. يا ابو الوليد احس ان انا ارسل لك بالواتساب. شو له؟ ما ابي الحنابي ارسل لك مرسل. يا ابن الحلال ارسلهم وما لك دخل. ارسلهم بس الحين احتريك. رحت للبقال وشريت بعض الاغراض. اشترطون مائي، قلم، مقص، علبة ذرة. الحين ارسل لي ابو ياسر صورة المفتاح. قلت له لازم تكون الخلفية بيضاء وشكل واضح. يلا الحين نقص من الشطرطون. بعد ما قصينا من الشطرطون نحطه على نفس الجوال، يكون على كامل المفتاح. الحين تسوي تحديد عادي. بعد ما قضينا نجيب الذرة. بسم الله. نفك الغطاء هذا حقه. بعد تشيل اللزق هذا اللي سويناه، بس انتبه امسكه من تحت وتحطه على نفس. الحين تبدأ تقص قصة عادي بالمقص، تمشي على نفس التحديد اللي سويته. كذا قضينا من. إذا تبي تشيل اللزق اللي عليه أو تخليه، بس أحسن شيله عشان يطلع بشكل. وهذا الشكل النهائي. شوف ملحه. تقدر تحطه بمحفظك، تقدر تحطه بأي مكان. يلا نجرب. بسم الله. يلا نجرب المفتاح المزيون هذا. قل بسم الله. ما شاء الله الكريم. بسم الله. نجرب الفتح يسار. ما شاء الله الكريم. أهم شيء إنه بدأ يدور. نحط المقص معه شوي عشان يساعده شوي بالدوران. بسم الله. ما شاء الله. الحمد لله بإمكانيات بسيطة قدرت إني أفتح الباب. أجاب ياسر ترسل فيديكس. أجاب. ها؟ شوف المفتاح حلو.